آه، أهلا بيكم في حلقة جديدة وسؤال تاني. آم، فكرة الأسئلة دي مسهلة على الدنيا، لأن أنا في السيزون الأول كنت لازم أقعد أحضر كويس قوي. كل موضوع والبوينتس بتاعته ما كنتش بحضر، ما كنتش بأوفر انجينير أو ما كنتش بهندس الموضوع بزيادة، لأن دايما ده بيشيل العفوية بيرميها من الشباك. بس كنت بحط جايد لاينز يعني. فطبعا يعني وصلت النقطة اللي هو ايه، دماغي وقفت شوية وعايز بقى مساعدة. فبالنسبة لي حتة الأسئلة دي كأنها مساعدة، اللي هو اسألني سؤال يخليني أبقى عارف أنا عايز أتكلم في ايه. ف... فشكرا يعني. أنا جالي أسئلة كتير ونقيت منهم واحد النهاردة، هحاول كده أكون مخلصهم كلهم. نقيت منهم واحد النهارده. هو الصيغه يعني، هو اللي كان بيبعت لي سؤال هو كان بيحكي موقف مش سؤال، بس انا لخصته لسؤال. بس خليني الاول اقول اللي هو بعته لي زي ما هو بعته، ونطلع من ده بسؤال ونبتدي نتكلم عنه او نجاوب. اوكي طيب. هو بيقول او هي بتقول، خليني دايما افترض ان هي، في عادات كتير في حياتي كانت دايما بجلد ذاتي على ممارستها، فوقفت. فوقت ما قررت أغير كل عاداتي، وفعلا الحمد لله اتغيرت من فترة طويلة. بس بعد ما غيرت كل العادات اللي كانت بتسبب لي أذى نفسي وجلد ذات وشعور إن أنا مش كويس، بدأ يحصل صراع في مخي. صراع بيقول إيه ده يا نجم؟ لا دي ده شاب. أوكي، هو أنت ما بتعملش حاجة وحشة؟ طب أنا أخليك بقى تتوهم إنك منافق، وإن اللي في عقلك عكس اللي أنت بتعمله، وإن أي تقدم في حياتك ملوش لازمة، لأن جواك أنت شخص مش كويس. كأن انا جوايا شخص مش كويس. عندي عادة مثلا، وهي ان انا بدعي باستمرار للناس. شفت مثلا حد وحبيته او حسيته طيب، افضل ادعيله. بس في الوقت ده دماغي بترد وبتقول لي مش يمكن انت مش عايز ربنا يحفظه يا نجم، مش يمكن انت منافق وعاوز ربنا ياخده. الصوت ده ما بحسوش انا، بحسه شخص غريب عني، وكل ما بعمل حساب الصوت ده او بخاف منه بيزيد. ودايما الصوت ده ما بيجيش غير لما اكون كويس، سقفة كبيرة على الوصف. أم في احسن حالاتي، او عملت شيء عظيم، او قربت من ربنا. اوقات حتى في حتة القرب من ربنا بيشكك في ايماني بكلام كتير وحش، وعشان عارف ان انا مهووس بالفكرة ان انا لازم اكون من جوه نضيف زي ما انا بره. فبيحاول دايما يخليني احس ان سيء من جوه. فمرة شفت فيديو من مسلسل لشخص مجرم كنت كارهه جدا ومصدوم، وعقلي بعدها قاعد يقول لي ممكن تكون زيه، بس انت ما تعرفش. ده انت ايه عدد واحد رامى ختم النسر على القفا. السؤال هو ده انا. طيب السؤال هو ده انا بقى لما جيت، طبعا اكيد انا مش هكتب في التايتل بتاع الحلقة كل ده. فانا لخصت الايه، ذلك السرد اللي انا يعني على راسي من فوق. لما ابقى احسن وبطلع لقدام، دايما بيصحى صوت جوايا يشكك فيا ويوصفني بالنفاق. طيب، اولا انت في حاجة حلوة عاملها، انك اصلا يعني ايه، بتسمي ان ده صوت، او بتسمي ان ده مش انا، او حتى شاكك ان ده مش انت. لان ده مش انت، لان ده مش انت، لان ده مش انت بتفكر. مش عارف يعني، ودي حاجه مش كاتبها اصلا، بس جاب بالي وانا بقول ده مش انت. الاعلان بتاع سنيكرز اللي هو انت مش انت وانت جعان. هو الفكره دي صايعه جدا، لان عموما لما احنا بنكون تريجرد قوي، هو ده مش بيبقى احنا فعلا. في حاجه بتركب وبتسيطر وبتسوق، في حاجه بتوفرويلم اس، او بتغمر قدرتنا ان احنا نبقى كده معلمين في نفسنا وبندير مشاعرنا وافكارنا. فاحنا فعلا في حاجات كتير قوي بنكون احنا مش احنا. في اوقات ممكن نكون احنا لو احنا سيف
في امان، مفيش مصادر خوف، مفيش تريجرز، حاسين بكل حاجة تمام وجميلة وهادية وحلوة. وأحيان كتير تانية بيبقى احنا مش احنا. في جزء بيقول ايه: وسع يالا من كرسي القيادة سيبني اسوق عشان احميك من الخطر الذي اؤمن بحتمية حدوثه. فبص يا معلم، انا هقول لك على حاجة. انا من 2000 و كام 2014 تقريبا وانا ايه كده في رحلة علاج بدنجاني. ابتدت بقى بالزمالات اللهم امنحنا السكينة وهاي انا محمد مدمن، وانتقلت لنا جامد انا ذكر. يعني سبحان الله، اختلاف في المدارس العلاجية مريب. المهم، فانا اول حاجة اتعلمتها ان سواء احنا بنتكلم على الزمالات اللي هي بتمشي ببرنامج 12 خطوة، الزمالات المدمنين مجهولين، بالهيستوري الجميل بتاعها، بالمساعدة اللي قدمتها لملايين الناس، او المدارس العلاجية المختلفة، CBT، اي حاجة 3 حروف كده جنب بعض. الحاجة المشتركة ما بين كل المناهج العلاجية دي الايدنتيفيكيشن بتاع ان في فكرة، ان في صوت. الصوت ده في الزمالات بيتسمى مثلا صوت المرض. يقولك صوت المرض بيحاول يلعبني، بيحاول يجيبني سكة، بيحاول يرجعني لشقاوة الإدمان. مش عارف، في مدارس تانية بتايدنتيفاي الموضوع از فكرة ضيف على عقلك، فكرة بتقولك كذا، فكرة بتحاول تغريك. في مناهج علاجية تانية بتقول ده بارت أو ده جزء، بتسميه protective part، ده صوت الناقد، ده صوت البيرنت، ده صوت whatever. في مدارس تانية مش بتستخدم الايه اصلا البيرنت والجزء والمرض فيه، بتقول زي كتب الفظيعة يعني الجميلة فرقت معايا جدا اصلا، اللي هو the body keeps the score. بيتكلم دايما بلغة ان ده النيرف سيستم بتاعك، دي الستور تراما، دي تراماتيك رياكشن، ده مخك استقبل انبوتس في البيئة اللي انت فيها، فتفاعل مع ان في خطر في البيئة دي شبه الخطر بتاع زمان، فخلاك هايبر فيجيلنت وحاسس ان واستفز فيك فايت فلايت وفريز ريسبونس عشان تحمي نفسك. لما نيجي نلف هنلاقي ان كل الحاجات دي مشتركة في ان هي بتفهمك ان ده مش انت. اوكي، وفي ميزة في انك تشوف ان ده مش انت. من الحاجات اللي بنلبسها واحنا طالعين من الطفولة والتنشئة بتاعتنا، لما بنصدق ان ده انا، وده بيتسمى بلندنج. يعني لما انا افكار ومشاعر، افكار واصوات الجزء اللي جوايا اللي بيوسوس لي بفكرة، لما انا اكون اصلا مش عارف اعمل بلندنج او مش عارف افصل انا عن الافكار دي، فبصدق ان دي افكاري انا، فانا اللي عايز اذي، انا اللي عايز استغل، انا اللي عايز ارجع، انا اللي عايز اكنترول. ودي حاجة بصراحة مش اي فايدة. يعني كلمة انا اللي عايز دي معناها ان انا ايه، يعني ان انا بقى يعني بكون عندي صراع. طب ازاي يعني بيبقى عندي صراع؟ طب ازاي انا ساعات ببقى عايز كده؟ دي حاجات اللي بتجنن الناس. ازاي انا ساعات ببقى عايز كده وساعات تانية مثلا ببقى عايز حاجات فيها تزكية نفس، وفيها ان انا اكون بني ادم احسن، وفيها ان انا اقرب من ربنا. هو ازاي انا ده وده في نفس الوقت؟ تمام. ف لا يا معلم، هو فعلا الموضوع ان احنا اجزاء. يعني ايه احنا اجزاء؟ تعالى بقى نتكلم شوية عن المفهوم ده، عشان ده برضه مفهوم يعني انا اتكلمت عليه في احيان كتير، بس ممكن برضه يكون سؤالك مناسب قوي ان انا ارجع اتكلم فيه تاني. اوكي، النقطة كلها بتقول ان انت، يعني خلينا نتكلم شوية بلغة أقرب كتاب أنا لسه بقرأه دلوقتي، اللي هو نو باد بارتس بتاع ديك شوارتز، اللي هو بتاع مدرسة انترنال فاميلي سيستم. ماشي، هنتكلم باللغة بتاعت الكتاب ده عشان ده أكتر لغة حاضرة في ذهني بما إن أنا لسه فيه يعني. أنت وأنت طالع من تنشئتك مريت بترامز، وهنرجع نقول يا جماعة الصدمات مش الاستيريوتايب بتاع ان الحزام اترفع عليك وانت مصلوب على في الأوضة
ويعني التراما تاني، مفهوم التراما مفهوم نسبي جدا، نسبي جدا. يعني هي التراما هو أثر الشيء عليك مش الشيء. أوكي، فممكن تبقى صدمتك هي هجر في تسديد الاحتياجات، جفاء عاطفي ابن لذينه. انت طفل كده مقبل على الحياة، وكل احتياج طبيعي طفولي ايدج ابروبريت عسل كده كان بيترد كده بحالة بستيت اوف ديتاتشمنت من بابي ومامي، حسسوك اللي هو انت حقير يالا ان انت اصلا عندك الاحتياج ده، فطلعت عندك صدمة ان انت حقير يالا. ففي جزء وجه نفترض ان جزء اتكون كبروتكشن، الجزء ده جواك اتكون اللي هو اقسم بالله ما هنتوجع الوجع اللي اتوجعناه تاني يا بيبي. فالجزء ده اتكون جواك، هنسميه البروتكتور بارت، اتكون بفكره معينه، انت الفكره دي صدقتها، جزء جواك صدقها. خلينا نقول جزء جواك، خلينا نقول جزء جواك صدقها. بيقول انا لو بقيت في اللذيذ منه كده وعلى طبيعتي وهاي و I want to be loved وبتاع، هتأذي. فايه حلف الجزء ده جواك، انا اقسم بالله لن افعل ذلك مجددا. وطبعا عشان الاحتياج غلاب فلازم تسدد. فلقيت طريقه، خلاص انا طبعا مش عارف اسدد بالطريقه الصح، تعال شوف ايه الطريقه اللي ممكن تسكن الالم. لو مفيش حل تعال نشوف بين ريليف. مفيش بين كيور، مفيش هيلينج، تعال نشوف بين ريليف. انت بقى وحظك بقى، انت واللي ربنا كاتبه لك في سكه الكوبينج بيهيفيرز ولا ديبندنس، كل واحد وحظه بقى. عارف ظهره وبترميه. سكس ادكشن، يلا بالتوفيق يا معلم. خمره، يلا ربنا يسهلك. ايه ده؟ هيروين، خد. لا شيك، معاك فلوس كتير، شوبينج يا حبيبي. ايه ده؟ عمليات تجميل. ايه ده؟ بودي ديسمورفيا وايموشنال ديس اوردرز، ايموشنال ايتنج ديس اوردر. احلى مسا على فخاده. كل واحد كده بقى وكده بقى، فاهم؟ اللي يجي في سكته اللي هو اول سلوك عمله، عمل سبريشن للبين وشبع الاحتياج. فقلت ده صاحبي وحبيبي وشقيقي، السلوك ده ماي التيميت فريند بورن. يلا انت وحظك، انت وعاداتك وثقافتك والمناسب واللي ليك اكسس ليه. هي ميكس لذيذ كده، بترمي الزهر وتطلع انت زي بنك الحظر. فاهم؟ مبروك، لقد فزت بفرصة ادمان المخدرات. فاهم قصدي كده؟ يعني هي بتيجي كده، كل واحد وحظه يعني، بدون بقى كلام كتير الحته دي. مهم. فالتراما واثرها لما كونت الجزء ده بالافكار اللي انت اكتسبتها في الموقف ده. الموقف ده علمك في الصدمه دي ان انا مش كفايه، انا مش محبوب كفايه. حصل ستورنج للصدمه جواك، واختزنت بمشاعرها الصعبه التقيله وبالفكره اللي انت كونتها عن نفسك في الموقف. فلما تيجي بتمر بموقف مشابه لده يا معلم، اللي بيحصل جواك ان الشوال الافكار والمشاعر ده بيصحى، بتسمى سكيمة الافكار والمشاعر دي بتصحى. تمام؟ والافكار دي بينطق بيها جزء. يعني دايما الطريقه دي في التشبيه بتسهل عليك مخاطبه النفس. الفكره دي بينطق بيها الجزء البروتكتيف. مثلا انت بتمر بموقف، تعال نتكلم على المواقف اللي انت بتمر بيه. انت مثلا العقده بتاعتك ان لما الدنيا تبقى كويسه يطلع صوت يقول لي انت منافق يا حبيبي. طيب ده ايه؟ ده معناه ان في الاغلب وانت كيوت ولذيذ وجميل وكنت كويس وحبوب، كان اهلك ربنا يحفظهم، من لو اهلي او لو يعني ما علينا، مش هينفع اقول حاجه عن اهلك، بس اهلك الجمال قالوا الواد كويس، خايفين عليه يتغير، قارنوا بابن خالته. ايه اساليب التربيه اللي واخده براءات اختبار؟ مالكش دعوه، انا فاهمين. قارنوا بابن خالته. فكل ما انت كويس انت اتربط عندك انت كويس بان كان في some sort of criticism بيجي خلاك تخاف، خلى تربى عندك عقدة. يا نهار اسود، ده انا كويس، ده انا ممكن اطلع مش كويس، فتعالى اقلق. ومفيش قلق لحسن يطلع فيه قلق
فندم ان انا ما قلقتش فاقلق قبل ما القلق يجي لي فخزوق نفسي قبل ما اتخزوق. دي كلنا بسم الله ما شاء الله علينا كلنا عندنا الحته دي اللي هي كاتاستروفايزيشن، اللي هو ايه بنسميها استجلاب، اللي هو ايه ما في ايه، مفيش انكزايتي، فيش كده، فيش حاجه كده، مفيش سسبنس، مفيش ادرينالين بتاع تعال نجيبه لنفسنا. فاللي بيحصل ان الجزء ده بيطلع ويتحدث جواك. تخيل ان هو في اوضه، وانت لما بتمر بموقف انت بتكون فيه كويس، علاقتك مع ربنا كويسه، هو بيطلع من الباب لابس كده. انا حتى زمان كان المعالج بتاعي بيقول لي ارسم صوره يعني للبيرنت بتاعك، فطبعا كنت متخيله دايما حد فاهم ما بيستحماش. ما تسألنيش ليه، يعني راجل زاهد الدنيا بشكل مريب، دايما لابس لبس كده very tight، بيحلق دقنه بكتير لدرجة ان هو بيعور نفسه لانه اصلا very critical on himself. كده شعره كده مش مترتب، ونضارة قديمة كده، شخص زاهد الحياة وقرفان وخايف من كل حاجة. يطلع كده في الموقف يقول لك لا انت فاكر نفسك كويس، لا ما اوعى تفتكر نفسك كويس. هو ليه بيقول لك اوعى تفتكر نفسك كويس؟ تعال نتكلم اللي ورا الصوت ده بقى. تعال نتكلم اللي ورا اللي يضحكك يا معلم ان الصوت ده خايف عليك، اللي يضحكك ان ده صوت حماية، دي فكرة حماية. في traumatic response بيطلع في وقت ما انت تبقى تمام، وهو فكرة بتقول اوعى تصدق انك كويس لحسن تطلع منافق فتعذب، فبيبتليك بمرض التشكيك في نواياك. ده اوسخ حاجة في الحياة. انت لو تمام، في صوت بيقولك اوعى تصدق انك تمام، وبعد لما تلبس الصوت ده يبتدي عقلك يخش في التريك بتاعت السلكتيف بيرسبشن. تعال ندور بقى على اللي يأكد ان الفكرة دي صح. ده انا اول امبارح كان في بنت ماشية في الشارع بصيت عليها، يا حبيبي في ايه يا بابا، وانت مفروض في ايه الافوارة دي؟ ده انا مش عارف كده فكده. يبتدي بقى فاهم اللي هو تخش كده في حالة من الداي دريمينج بقى، فاهم اللي هو تعمل اكتذاب ل 200 موقف من اصل مليار كنت فيهم بني ادم، فتقول ده الصوت ده صح. ده الكوبينج بقى بتاعك، اللي هو بتتكيف مع المشاعر والافكار دي، بانك يا اما بقى ممكن تاكد الفكره، تعززها، ايا كان. فاللي يضحك ان الصوت ده عايز مصلحتك من منظور ان هو خايف عليك تصدق انك كويس. دي غريزه حمايه بنت كلب معفنه مؤذيه جدا. تمام، دي غريزه حمايه يعني سيس. احنا في الثيرابي بنتعلم ان احنا نتعامل مع الصوت ده وننجوشيت معاه، ونقول له احنا فاهمين يا نجم انك خايف وقلقان علينا، بس ريح ظهرك وسيبنا سوق. هكلمك عن تجربتي الشخصية في التعامل مع الصوت الحقير ده. انا عندي جزئين جوايا، لغة الحوار ما بيني وما بينهم بتختلف تماما حسب انهي جزء هو اللي فشخني في افكاري. ماشي، الجزء الاول هو الجزء البيرنت بتاعي او الناقد بتاعي. لو انا مشيت وراه انا هصدق ان الاكل من الزباله كتير عليا عشان ما استحقش. literally speaking، افكار الحمايه بتاعتي بتقول انت يعني جيت غلطه اصلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد للخلق كلهم ان يخلقوا، بس انت لا، انت مغضوب على وجودك. my shame beliefs are very severe. تمام، عشان كده انا الصوت ده لو اديته بس اللي جام يركب يعني الموضوع بيبقى شوية تريكي في يعني لو انا ما ردتش عليه من اول بانش بيبقى سهل ان هو يوقعني، بيبقى سهل ان هو ينوك مي اوت. فانا لو الجزء ده هو اللي طافح معايا، وده مثلا بيطلع معايا او بيشتغل معايا لما يكون حاسس ان هو ان احنا قيمتنا مهددة، فلازم نوفر بيرفورم قوي عشان نبقى سيف. اللي هو اشتغل يلا 24 ساعة، خد مسؤولية كل حاجة، اتحمل مسؤولية كل حاجة. او في بطيخ بيموت في الجزء في القطب الشمالي، دي مسؤوليتك. اللي بيحصل في فلسطين وفي غزة، عدم قدرتك انك تروح وتحارب وتمسك رشاش وتقتل كل الناس، دي مسؤوليتك يا كافر يا ملحد يا سيء. literally speaking دي لغة حواره. خلينا صراحة مع بعض
عشان اكيد الاحداث اللي بتحصل ربنا يعني ربنا يرحمهم برحمته دي اصلا بتتفجر جدا الصوت ده، اللي هو انت ازاي امن وسليم وهم بيحصل لهم كده، يا اناني يا جاحد يا سيء. ف الصوت ده بتعامل معاه ساعات باللي هو ايه، بجزع ايه، بقول له يعني خش اوضتك، خش اوضتك، انا لو مشيت وراك انا هموت، يعني انت مميت بالنسبة لي نفسيا ومعنويا، انت مميت، خش. يعني انا حتى ساعات كده لما هو ايه، طبعا انا مش بقول لحد يعمل كده، بس انا خلاص انا ليا طريقة في التعامل مع نفسي. لو مثلا لما الاقي نفسي كده ممكن يعني اضرب نفسي على ايدي، مش بنيه وحشه، اللي هو بقول لنفسي don't you fucking dare، يعني دي لغتي، اوعى تسمح للصوت ده يمشيك، انت سوق، انا اللي سوق مش هو. انا عندي ثقه بنفسي، اللي هم بيسموها ده سيلف، انا ذاتي اللي بتتركب لما البيرنت يقول خش انا مش واثق فيك تسوق، تعالى انا سوق، خش انا اقدر، انا مش قليل، انا مش محتاجك تحمي، انا مش الطفل بتاع زمان اللي كل حاجه كانت بتتعمل له، انا اقدر. واللي ساعدني حاجات كتير جدا من اللي ساعدتني في التعامل مع ده اللي هو ما يلقب بالاكسبوجر ثيرابي. في مناطق كتير جدا كنت دايما بخاف اخشها عشان انا مصدق فكره ان انا ما اعرفش اتعامل. اروح جدد رخصة عربيتي ولا بتاع زمان، بابا كان دايما يعمل لي الحاجات دي، ربنا يكرمه وانا بحبه جدا وفضله عليا كبير. هو كان بيعملها لي من منطلق الحب والحمايه، لكن من المساوئ بتاعت ده ان هي وصلت لي فكره عن نفسي ان انا سيس، ان انا ما اعرفش، ان انا كان عندي مشكله مع behaviors معينه ممكن اقع فيها وانا لوحدي، فكنت بخاف ابات لوحدي في اوقات. بقيت اروح وابات في مثلا عندنا حاجه شريف السحر، اروح ابات هناك واشتغل، ارجع افتكر اقول انا عرفت اعمل ده، طبعا بجرعات صغيره في الاوقات المناسبه في الريكفري ارك بتاعي. فالاكسبوجر ثيرابي من يعني ساعات بتكون محتاج تخش براسك في موقف تثبت للصوت ده باشا اهو عدينا منه بسلام، كفايه قلق، خش تهبب نام. دي لغه الحوار اللي فيها assertiveness يا معلم. تمام. لغه الحوار التانية مع التشايلد، لا ده بقى ده انا بدلع خالص بقى، ده على هادي، تعالى يا بابا، انت عايز ايه يا حبيبي، احنا كويسين، لا تقلق خالص، انت ده طفل مذعور، تعالى اتعامل مع طفل مذعور، بسكوت يلا، صوته بدل ما كان جايب اخر الاوضه هيجيب اخر الشارع، اخر الحي. الاطفال المذعوره بتحتاج رفق شديد ولين شديد عشان تجيب الهارت ريت بتاعها والبانيك ليفل لتحت. ده لما بيكون صاحي ببقى عايز اكلمه، اللي هو اصلا بيكون الخوف والقلق اللي هو فيه جاي من البيرنت قاعد يفشخه، لان البيرنت مصدق ان الجزء ده ما ينفعش يسوق، لانه هو اصلا سبب ضعفنا. احنا لما كنا صغيرين كنا بنتهان لما كنا على طبيعتنا، فيا حيوان يا تشايلد خش جوه، انا اللي هسوق عشان انا اللي هودينا لبر الامان. فالطفل لما بوجه له الكلام لا بقى لطيف، تعالى احنا كويسين، احنا تمام، احنا زي الفل. فده مش انت، ده مش انت، دي الليجاسي بتاع التراما اللي في حد في حياتك عملها كجلاشة معاك من منظور الخوف والشياكة والفهمنة والصياعة. سيبك انت من التربية الإيجابية وشغل الكفار دول، أنا هربيك بالشيم، ألاقيك كويس هشيم يو عشان ما تصدقش إنك كويس فتتغير فتكون منافقين، فهعمل لك inferiority complex. حاجة عسل. طيب الجزء الثالث بقى من هذا الحلقة الجميلة. بص يا معلم، الهيلينج الشغل عن النفس مش هيغير من حقيقة انك خربان، انت خربان، انت فاكد اب، ماشي، وانتي فاكد اب، يلا عشان ما يبقاش في اي استثناءات ولا اي تفرقة. وانا فاكد اب، والمعالج بتاعي اللي ساعدني فاكد اب، وhim acknowledging that he's fucked up helped me accept that I'm fucked up. ماشي. ما اتعاملت مع معالجين بالشجرة والسكينة كنت بلعب معاهم دور اللي هو I shall be the perfect patient so I can receive love.
ما بقتش عندي الحتة دي. لو انت مش سالك معايا كمعالج واكتر حتة دارك في حياتك بتضحك عليها معايا، يبقى انت كده ما عندكش حاجة تدالي. اي نيد حد عنده سيلف اكسبتنس، عشان انا عندي جوع للسيلف اكسبتنس. طب يعني ايه يعني انت فاكد اب؟ عشان طبعا الجملة دي هتخش ببق البيرنت بتاعك، يديك ايه نغمة شيم 3 شهور قدام. فخليني بس افك اللي انا قلته عشان ما بقاش اذيتك وانا مش قاصد. بص يا معلم، التراماتيك ريسبونسز او الستريس ريسبونسز بتاعتنا very يعني متأصلة جدا فينا، متأصلة جدا جدا جدا. احنا في الهيلينج بنشتغل على معرفة مصادر القلق والخوف بتاعتنا، وبنعرف التريجر لما بيحضر بيعمل جوانا ايه، وبنخلي ذاتنا الحقيقية هي اللي تسوق الموقف وهي اللي تتعامل وتقول للبيرنت. احيان كتير جدا مثلا ببقى في الموقف ده يحرك خوف جواي، انا هادي، انا ما بقتش اتعلمت ما البس ذعر البيرنت او التشايلد. انا هادي، الاقي البيرنت تمام مفيش مشكله، براحتك زعق براحتك، بس انا معلش انا اسف، بس انا مش هينفع البس خوفك، واتعامل في الموقف بالشياكه واطلع معلم ثاج لايف لابس نظاره. يحصل موقف تانية ودي حقيقيه فشخ، التريجر بيكون عنيف لدرجه ان ماي اوتو ريسبونس او رد فعلي التلقائي اسرع من قدرتي على الريفلكشن. يعني ايه اسرع من قدرتي؟ ماشي طبعا يعني اعتقد يعني خلاص بقى مش محتاج اقول، يعني اللي بيسمعني هيقوتو كومبليت ده بيحصل اكتر وانا ايه سايق. لازم ابقى اكتر شخص فاهم اللي هو بوزع هيلينج، وبعد كده اجي وانا سايق اتحول لذلك الكائن الذي يعتقد انه في ساحة حرب ويجب عليه الدفاع عن نفسه. والله. المهم بالمناسبة أنا جعان أدرينالين ودوبامين وسيروتونين، ومستني بعد ذلك البودكاست أتمرن. التمرين بالنسبة لي يعني كيف والله العظيم. يبقى ومروان بابلو في وداني، أغاني الراب بتطلع الجزء اللي هو البريداتوريال اللي جوايا، اللي هو يلا قول اللي جوايا اللي انا مش هعرف اقوله عشان انا لازم افلتر. مش لازم افلتر، انا اللي حاطط ده لنفسي بس كده. فانا عايز اتمرن جدا بصراحه. التمرين انا قبلت يا رب بعد التشتيت اللي انا عملته افتكر انا كنت بقول ايه قبليه. انا قبلت ان انا حلو، انا ربطتها ربطة معلم اهو. ده يا معلم حاجه ليها علاقه بان انا قابل نخبه. انا قبلت ان مخي بتاع هاي ستيميوليشن. انت عايز تعذبني، حطني في بيئه ما فيهاش حاجه بعملها بتديني رش. انا راجل بنيت بيزنس عشان انا اي بليف ذات ام ديفكتيف وعايز ملايين، وهجيب ميتين الملايين ومش حاسس ان انا كفايه. انا عارف كده، بس هي انفيريوريتي كومبلكس سايقاني وقشطه مفيش مشكله خالص. فانا راجل بتاع اتشيفمنت. انا يعني ما جيش انا من هيستوري كنت ببيع نفسي لاي حد عشان اخد فاليديشن، واقلب مونك وخطيب في جامع. بقول لك ايه، انا خربان في حته جوايا، لو انا ما اديتهاش مساحه هقلب، هنفجر. هبقى ماشي في شارع كده، حد هيجيب دبوس كده يشكني، هروح مديله على قفاه، مقطعه 4 حتت، حطه في اكياس ورميه في نهر من كتر ما انا مكتوم. فانا قبلت ان انا في حته خربانه جوايا، هيجي عادي جدا، هيجي اوقات هتهب اسمها هبه. طبعا برضو يعني كده ده مش عوض يعني. انا برضو ممكن لو انا عايز اخلي فيه اسبايس اب الحته دي بشويه، اعتقد ممكن نعدي كلمه علوية من الفلتر يعني. تمام، لو انا عايز تعلق شويه فهستخدم ده كمبرر. ما خلاص بقى سوري بيبي، انا مريض، فاندفع عن الناس واذيهم ببنيه ان انا I'm a traumatized person ف you have to accept me like I am. لا مش قوي كده. الناس ملهاش دعوه. This is the cool part of life. الناس ملهاش دعوه. الناس دي nobody gives a fuck. انت حصل لك انت صغير، فلو طلعت بلاك على ناس ما وملكش، ربنا يا عم يرزقك بان انت يبقى ليك كريدت عند كل الناس اللي في حياتك، بس الناس مش هتعذرك. تمام. ومش مهم على فكره اكشلي، حتى لو ما عذركش وقال عليك مجنون خلاص you have to accept عادي مفيش مشكله يعني. بس انا قصدي احنا في الهيلينج مش بنسعى ان احنا نبقى اللي هو تمام انا 100 موقف من 100 موقف مع الصوت ده ما سأنيش. لا انت كده مريب، انت كده مش بني ادم.
انت كده مش انت كده فيها غلط، انت كده مش، انت كده بني ادم مش عايش. يعني مش عايش. معنى ان انت تعيش وتسمح لنفسك تحس وتختبر الحياة، معنى ان انت شلت حاجز التلج ما بينك وما بين التفاعل شعوريا مع ما يحدث في الحياة. ومن احد آه، عواقب او من احد الشروط الضمنية لاختبار الحياة زي ما هي، ان انت تسمح نفسك تحس. هتسمح نفسك نحس، معناه انت في وقت هتحس بحاجة 5/10 هتتعامل معاها، في وقت هتحس بحاجة من 7/10 هتتعامل معاها، في وقت هتحس بحاجة 15/10 هتتضايقك جدا، فهتروح طالع على الرابع، فهتروح خابط في اللي قدامك. طيب، ولكن افتكر كويس جدا the risk of allowing yourself to feel، انك تاخد مخاطرة انك تسمح نفسك تحس، ليها مميزات جميلة جدا وليها مسؤوليات. هتحس بالحلو وهتحس بالصعب، بس والله العظيم ده احلى مليون مرة من انك ما تحسش خالص. احلى مليون مرة من انك تقول انا هتجمد مكاني عشان ما احسش بحاجة تضايقني او تحسسني ان انا قليل. فافتكر مش الغرض انك تبقى فاهم اللي هو ايه، تعالى اضربني وانا هتعامل مع مشاعري وافكاري واقول لك فلتذهب بسلام، فانا لا امتلك ايجو. لا، احنا بني ادمين واحنا عايشين في 2024. احنا عايشين اصلا في كالتشر. احنا يعني انا فاكر الجمله دي، والجمله دي انا مصدقها تمام. ما تحاولش تبقى راهب في غابه، في مكان متوحش. حاول تبقى انسان كويس في مكان متوحش. المعيار اللي بتحطه لنفسك لو شديد العلو، السعي ليه هيكون معطوب في مشكلة، لأنك هتشترط على نفسك سعي مثالي لأن المعيار مثالي، مش هتوصل. لكن حط معيار عالي، في اجتهاد وفي تزكية نفس، في ارتقاء، في بشتغل على نفسي، بس في رحمة، في افتكر انت جاي منين بالله عليك. افتكر انت جاي. احنا لما بننسى، لما اي حد كان غرقان في ادمانه وفي حواراته وفي الستريس ريسبونسز بتاعته، لما بينسى هو جاي منين بيفترض اوكي I have to be the perfect being. perfect being ايه يا عم يا بابا؟ انت بلاش بقى، ما احنا عارفين اللي فيها، كل واحد عارف خلاص، ما احنا عارفين اللي فيها. طب ايه يا بيبي؟ طب يعني انت جاي من اقصى الشمال، بقيت النهارده هنا، ده انت يتسقف لك. لا مش يتسقف لك، سقف انت لنفسك، سقف انت لنفسك جامد. اقف قدام المرايه كده قول ايه يا الحلاوه دي بجد والله. يعني ريسبكت الشوط اللي انت قطعته. فبلاش بقى اللي هو لا انا الصوت ده مش عايز. يا عم بالراحه يا بابا، بالراحه بالله عليك. البرفكشنزم مرض. البرفكشنزم مرض. والله عايز اقول حاجه بس، انا لساني ما نطقش بكلمه بيرفكشنزم مرض غير في اخر 3 سنين. انا قبل كده كنت فاكر انا عايز ابقى بيرفكت، كنت فاكرها حاجه حلوه، كنت فاهم ان هي الله. ليه؟ لان انا كنت شايف ان هو دي الجرين كارد بتاعت سد الاحتياجات. وبعد كده اكتشفت ايه ده، ها، زي ما انا تمام يعني يا ولاد اللعيبه. خلاص بقى انا مش لازم ابقى بيرفكت. بس ده لا ده مش ضد ان انا عايز ابقى ناجح ومعايا فلوس كتير، عشان بني ادم طماع. انا عندي حته طماعه جوايا بروضها وبتعامل معاها، بعرف اطلعها فين. بس انا لو حرمت نفسي من السكسس ابقى عيل غشيم. ما تحرمش نفسك من النجاح. لو عايز تبقى بني ادم متوازن وتكف الاذى عن الاخرين وعن نفسك، ادي نفسك مساحة تطرية. ادي نفسك حتة بتطلع فيها الكلب السعران، بيطلع بما يتناسب مع قيمك، بما يتناسب. انت لو راجل عندك عقيدة، عندك دين، بيحط لك حدود، تمام. في حتة مجنونة لازم تطلع، هبلة متخلفة طفولية جدا عبيطة جدا، طلعها ايه الناس مش مشكلة. ليه؟ لان انت لما بتكبت دي، يلا كل سنة وانت طيب بقى، هتشحت فاليديشن وهتشحت بتاع من الناس وبتاع. ماشي ماشي يا برنس الليالي. طيب، حتى علياء حافظ المعالجة الجميلة ان انا بعزها شخصيا، يعني كانت لما كنت قاعد معاها مرة كده فقالت لي مفيش حد بيتعالج 100%. مفيش حد يا ابني، المعالج بتاعك مش متعالج 100%.
طيب قلنا بقى كل الكلام الحلو ده والتطفية واللوشنز اللي انا قاعد اوزعها في فري دي، ما ينفعش بقى، لازم اقفل بشوية assertiveness برضه. لازم اقفل، لازم اوسع الاستك وحسيبه لك فيلسعك في الاخر. طيب خلي بالك بقى من الاستهبال بقى، خلي بالك من الاستهبال. هي وزنة كده، وزنة بتاعت ناس كده صايعة. وبقول لكم ايه، اللي بيسمعني بس والنبي، الوزنة دي بتيجي بعد كتير. يعني انت دايما هتفضل من اقصى الشمال لاقصى اليمين، اقصى الشمال لاقصى اليمين، لحد ما تعرف توزنها. وزنة الكومباشن والاسيرتيفنس، ما هو انا تمام كل ده وانا عارف ان انا مش هبقى يعني هتهب مني في موقف. بس خلي بالك، خلي بالك يا صديقي ويا صديقتي. It feels weird to say so بصراحة. أم 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 الأمانة، الأمانة مع النفس بوصلة الهيلينج. الأمانة مع النفس، انت أكتر حاجة فيها حب تقدر تعملها لنفسك انك تكون أمين. أمين مع نفسك في ايه اللي لما بنعمله بيطلعها لقدام، بيعلي منها، وايه اللي لما بتعمله بيكسرها، بيأذيها، بيخليك مؤذي للآخرين. سمي الحاجات بمسمياتها، سمي الحاجات بمسمياتها. بتعمل حاجة معينة قول أنا بعمل كذا، عشان يبقى في فرصة. انت لما بتحط نفسك قدام المراية بتخلق فرصة لنفسك انك ممكن تتخلى عن اللي انت بتعمل. كل لما تليس وكل لما تمرهم وكل لما تسمي الحاجة مش مسميات، انت بتحافظ على الستيت اوف دينايل، بتحافظ على الستيت اوف وات ايفر اللي انت بتعمله. ف فبس فبس